الكرام، أهلا ومرحبا بكم. هذا برنامجنا الأسبوعي نظام غدا، ويكون معنا الضيف محمد خضير مؤرخ تاريخ أورومو. تابعونا إلى نهاية البرنامج. السيد محمد خضير، أهلا ومرحبا بكم. بقنا قاعد نويدا. أهلا لاستضافتكم لي. عرف لنا من هو محمد خضير لمشاهدي هذا البرنامج. أنا مكانك يا محمد خضير أمير جدما. اسمي محمد خضير أمير، ولدت بجوار أودانبي في محافظة بالي، وترعرعت هناك بمكان يسمى الدتش بلال ديمتو، ودرست عن تاريخنا القديم ونظام غدا بملكا بربري. هذا محمد خضير باختصار. سيد محمد خضير، أنت غالبا لماذا تركز على نظام غدا؟ أخبر لنا بالتفصيل. تولي قافي قارينا قافته. أجل، سألتني سؤالا جيدا. قبل كل شيء يهتم شعب أورومو بنظام غدا، ولهذا أركز على نظام غدا. ومع وجود التقصير في تطبيق نظام غدا وكتابته وإيصاله إلى الشعب، فإن الجيل الجديد لشعب أورومو يهتم بنظام غدا. أركز في كتابتي لتاريخ أورومو على نظام غدا لكونه هويتي وهويتك وهوية شعب أورومو، ولا يمكننا أن ندعي بهوية تعبر عنا في غياب نظام غدا، ولهذا السبب أهتم به كثيرا. وأما الشيء الآخر الذي سألتني عن ماهية نظام غدا، إنه نظام حكم لشعب أورومو، يصنف الجيل بحسب أعمارهم في هذا النظام، وبناء على هذا يكلفون بالواجبات التي يجب عليهم القيام بها. تم سن قوانين نظام غدا التي تحترم حقوق الشعوب والقوميات، فضلا عن الحفاظ على حقوق شعب أورومو. يحافظ نظام غدا على حقوق شعوب وقوميات البلاد. وضع خبراء أورومو قوانين لا تلحق الضرر بمخلوقات هذا الكون في نظام غدا. لم يقتصر خبراء أورومو بمصالح شعب أورومو عند وضعهم للقوانين، بل تجاوزوا إلى إدخال القوانين التي تتماشى مع نظام هذا الكون. وفيما يتعلق بأنشطة نظام غدا، أعطى الخبراء للنظام أسماء كثيرة، ومن بينهم من سمى نظام غدا بالذل، ومن سماه بالجيل، ومن سماه بكل شيء إنه كل شيء، ومن سماه بالدهر، ومن سماه بالقانون الطبيعي أو الفطري، ومن سماه بالنهر الذي يجري. سموا نظام غدا بهذه الأسماء للدلالة على الأنشطة التي تمارس فيه. هكذا أعبر عن نظام غدا لأنه شيء واسع ومعقد، ولا يمكننا تعريفه بكلمة أو بكلمتين لاحتوائه على أمور كثيرة لا حصر لها. هل يدل كثرة أسمائه على أهميته؟ إني مكايسا هجي ساتي والكجج أول ما يبقى مكاني ساتو كبير هجي ساتي والكبسي سنيتي. وكثرة أسمائه تدل على كثرة أعماله، ومنذ البداية سماه الخبراء باسم الأعمال التي يقوم بها شعب أورومو في هذا النظام. فمثلا يسمى نظام غدا ظلا، وهذا عند حدوث المشاكل أو الخلافات يشتكي الشعب إلى زعيم غدا، ويقوم الزعيم بحل المشاكل أو الإصلاح بين المتخاصمين تحت ظل الشجرة وفق مبدأ نظام غدا، ولهذا سمي نظام غدا ظلا. وكذلك يسمون نظام غدا جيلا لمشاركة الجيل الجديد في هياكله بكثرة. قديما لم يكن يشارك في نظام غدا الكبار بالكثرة كاليوم، ونعني بالجيل يشارك كل طفل شعب أورومو في نظام غدا من يوم ولادته إلى أن يبلغ 40 من عمره، وبعد 40 يتقلص دوره في نظام غدا شيئا فشيئا. ولازدياد مسؤولية الجيل الجديد إلى 40 من العمر وتقلص دوره بعد 40، تمت تسمية نظام غدا من قبل الخبراء باسم نظام الجيل الجديد. وأما عند انتهاء عمر المرء إلى 88 يتقاعد تماما. وهناك من يشبهون نظام غدا بنهر يجري، ولهم مبررات على هذا. فمثلا عندما تغرف الماء وتشرب من النهر الذي يجري، لا تستطيع أن تشرب الماء الذي شربته مرة أخرى لأنه يستمر في الجري. ولا يحكم الجيل الجديد البلاد بطريقة حكمها آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا، لأن نظام غدا يتجدد من وقت لآخر. وعلى سبيل المثال، قديما كنا نستخدم الفرس عند القتال،
وأما اليوم لا نحتاج إلى الفرس، لأن الدنيا ابتكرت آلات حربية حديثة تغنينا عن الفرس عند القتال. ما أهمية نظام غدا في حكم البلاد؟ صرنا قدات بلون برباچي سماني ساعة وأنا على مومتي. لا جدال في أهمية نظام غدا في حكم البلاد، لأن نظام غدا يختلف تماما عن النظام الحالي الذي يعتمد عليه العالم في حكم البلاد. منذ يوم ولادته يكون المواطن عضوا في نظام غدا، كما يسمى اليوم بالأحزاب السياسية، من أجل خدمة شعبه، ويتم تحديد دور كل مواطن في نظام غدا، لأنه ليس بشيء وهبه الخالق للأفراد القليلين، ولا يسمح للابن أن يرث السلطة من أبيه. نسمع كثيرا أن إجراء عملية التسليم والتسلم للسلطة كل 8 سنوات هو الذي جعل نظام غدا نظام ديمقراطي. ليس هذا فحسب، في نظام غدا لا يرث الابن رئاسة البلاد من أبيه، وهذا أهم شيء. وعندما يبلغ عمر الأب 40 يأخذ زمام السلطة وفق نظام غدا، وفي هذا الوقت يكون عمر ابنه في مرحلة دبلي، وعندما يبلغ عمره 80 يبلغ عمر ابنه 40، ولهذا لا يتناسب عمر ابن الرئيس ليرث الرئاسة من أبيه. وأما الشيء الآخر الذي جعل نظام غدا نظام ديمقراطي، أن الشخص الذي يسلم الرئاسة لمن يليه يعطيه بسعادة وسرور، في حين الذي يترأس البلاد بعده يأخذ الرئاسة بحزن وبكاء، خوفا من التقصير في القيام بمسؤولية حكم البلاد. ولكن نرى اليوم يتنافس البعض لمنصب أبا غدا، وكذلك يتسلم رجل القبيلة وأبا بكو وغيرهما منصب أبا غدا، وهذا التصرف ليس بصحيح إطلاقا. ما المعيار الذي يكون شخص ما رجال أبا غدا لتسلم قيادة غدا؟ أبا غدا تهود أبنوني لفاك أبا غدا تهون قبو. لا يستطيع أي شخص أن يأتي إلى منصب زعيم أبا غدا إلا إن توافرت لديه كل الشروط. أولا أن يكون محترما ومحبوبا لدى الجميع. ثانيا أن يكون من بين الذين تربوا على مبادئ نظام غدا منذ صغره إلى 40 من عمره، وأن يدرس دستور وقوانين نظام غدا منذ طفولته في كل مراحل نظام غدا 5. تستمر المرحلة الواحدة ل8 سنوات، ويتعين عليه معرفة الأمور التي يحتاج إليها في هذه المراحل، ويتزوج عند بلوغه 36 من عمره، ويدرس الدستور والقوانين التي سيطبقها أثناء حكمه للشعب إلى 39 من عمره. وفي السنة الواحدة المتبقية له ينصب الأحجار لتحديد حدود البلاد، والذي يعني عليه أن يعرف حدود أوروميا، لأنه لا يستطيع حكم بلاد لا يعرف حدودها بالضبط. وبالإضافة إلى ما ذكرته أن يكون سليم الجسم والعقل، أي تتوافر لديه متطلبات الصحة 40 على حساب نظام غدا، وهذه 40 هي أن يتمتع المرء ب32 سن، ويدين ورجلين وعينين وأذنين، وعند هذا بإمكانه أن يركب الحصان بسرعة وينزل منه بسرعة، ويقبض على ما يطارد، ويتعافى إن انكسر بسرعة، ويقدم الخدمات للشعب على الوجه المطلوب. كان نظام غدا نظاما يقدم الخدمات للشعب. فعلا الشخص الذي يتحمل المسؤولية يحتاج إلى جسم سليم، ولا يتجرد حصانه من السرج. وفي هذا النهج يتساءل البعض فكأن نظام غدا لا يحترم حقوق المعاقين، وهذا لا أساس له من الصحة. حقيقة زعيم نظام غدا يتسلم هذا المنصب لخدمة هؤلاء المعاقين. والشيء الآخر لتسلم الرئاسة في نظام غدا، يجب على المرشح لهذا المنصب أن يكون متزوجا، ويملك ما يكفيه من الأموال، ويعرف النسب والعشيرة والقبيلة بالتفصيل، ويعرف حدود البلاد بالضبط. وهناك حوالي 20 شرط يجب أن تتوافر لدى المرشح ليكون زعيم غدا. وكما ذكرت لك عليه أن يعرف دستور وقوانين نظام غدا. لا يرشح أي شخص نفسه لهذا المنصب، بل يرشحه الشعب برغبته لهذا المنصب إن كان واثقا به. وأرى تارة حين يتنازع البعض على هذا المنصب ويرفعون شكاواهم إلى مكتب الثقافة والسياحة
وهذا مؤسف جدا. ما دور المرأة في نظام غدا؟ سرني غدا دبرتي تون هي رؤومة تجدي أمان. يؤمن نظام غدا أن النسوية قانون طبيعي، ولهذا سن لها هذا النظام القوانين لتحترم حقوق المرأة، مثلا التي ولدت حديثا تلبس كنفا على جبهتها. وفضلا عن الحفاظ على حقوق المرأة، لا يسمح نظام غدا للرجال الاقتراب من أمتعة المرأة. لا يصل الرجل إلى الأماكن التي ترتاد إليها المرأة لاحترامها. وبناء على الواجبات التي تقوم بها، يقسم نظام غدا المرأة إلى 5 أقسام. ومن بين المؤرخين هناك من يقولون أن هذا التقسيم يخص نظام سينكي، وأهم شيء يقنع كلانا هي الأعمال التي تقوم بها المرأة. وأما تقسيم المرأة يأتي كالتالي: أم سينكي ملكة، وأم سينكي غولا، وأم سينكي حنفلة، وأم سينكي فلا، وأتيتي. وبعد دراستها الدستور وقوانين نظام غدا، تمارس المرأة رسميا الأعمال التي تم ذكرها من أجل المرأة. وبالإضافة إلى هذا سن لها نظام غدا القوانين لكرامتها. فمثلا إن اشتكت المرأة إلى القاضي لا تضطر إلى الإتيان بالشواهد، وعادة رفع الشكاوى إلى القاضي ضد المرأة ممنوع، وهذا يدل على تمتعها بالاحترام. تقدر المرأة في نظام غدا كثيرا. يؤمن نظام غدا أن الأمر الذي لا تشارك فيه المرأة لا ينجح. ويؤمن نظام غدا أيضا الدستور والقوانين التي لا تنص حقوق المرأة ناقصة. في الآونة الأخيرة بعدما حصلت التغييرات في بلادنا، بدأت الحكومة تدخل نظام غدا في الدراسة في التدريس، وبدأت الآن تدرس في المدارس الابتدائية وكمان في الجامعات. كيف ترون هذا؟ غافي بريدة نغافته غافي نقول كيرو يدو أنا اللي نكيس الدبيات ننجر. سألتني سؤالا جيدا، وهذا ما كان يتردد في ذهني لسنوات طويلة. حفاظنا على كلمة غدا نفسها شيء كبير، وانطلق الجيل الحالي من هذه الكلمة لمطالبة الحكومة تطبيق نظام غدا وإدراجه إلى منهج التعليم جيد، وهذا يجعل الشعب ألا يتساهل في هذا النظام ويدرسه. وهذا ليس بكاف، يتطلب منا أن نبذل قصارى جهدنا فيما يتعلق بنظام غدا. لنظام غدا هياكل يبنى عليه من خلال اختيار الخبراء. وحاولت تفتيش الكتب المقررة لتدريس نظام غدا في المدارس، ورأيتها تحتوي بكثرة على عادات وتقاليد مناطق معينة من إقليم أوروميا. أنصح الخبراء بأن يجتمعوا من كل مناطق أوروميا ويقوموا بتعديل هذه الكتب المقررة لنظام غدا للأجيال القادمة. ومع وجود نظام غدا في كل مناطق أوروميا، تشير بعض الكتب الصادرة من قبل إلى تمتع مناطق قليلة بنظام غدا، وهذا نفسه يحتاج إلى تصحيحه. وأنصح الكاتبين حول هذا بالتركيز على أودا نبي ومد ولابو، لسبب وجود القوانين العامة لشعب أورومو بأكملها في هذين المكانين. الحفاظ على اسم نظام غدا وحده أهم شيء عندي. أقدر كلمة غدا كثيرا لأنني أفنيت عمري على دراستها، وإدراج نظام غدا إلى منهج التعليم ليتعلمه الألوف من الأجيال شيء كبير. سؤال آخر حول هذا، كما نرى أن لنظام غدا علم خاص له ويحتوي على 3 ألوان، وعلى ماذا تدل هذه الألوان؟ وما الفرق بين علم نظام غدا وعلم حكومة إقليم أوروميا الحالية؟ واني تكوني جتين كم ننجر هلونا لابا غدا بفسادينا كانت قباه ديهاتو نساء لفاك إيتمتي. كما لا يوجد شيء ليست له أسرار، ولعلم أبا غدا أسرار كذلك. يحتوي علم أبا غدا على 3 ألوان لعدة أسباب. قديما كان يستخدم شعبنا هذه الأعلام 3، علم أسود وعلم أحمر وعلم أبيض على حدة. ويذكر أن العلم الأسود يدل على البقرة الصغيرة أو العجل الأسود الذي يذبحه قالوا بملكة، والعلم الأحمر يدل على البقرة الحمراء التي يذبحها القاضي، وبينما العلم الأبيض يدل على البقرة البيضاء التي يذبحها أبا مرة. وهذا يعني اللون الأسود يدل على القوانين الطبيعية أو العبادة، واللون الأحمر يدل على الجيل الحالي، واللون الأبيض يدل على الذين فارقون الدنيا.
في الوقت الحالي يستخدم العالم اللون الأبيض للتعبير عن السلام، وكان لا يستخدم شعبنا في الماضي اللون الأبيض لهذا الغرض لتمتعه بالسلام، وإن استخدام اللون الأسود للتعبير عن المأساة دخيلة علينا. في الوقت الحالي يستخدم العالم اللون الأبيض للدلالة على السلام، واللون الأحمر للدلالة على الدم لغياب الأمن في هذه الأيام. فمثلا ننصب العلم الأبيض عند إحياء الذكرى لشهدائنا كجنرال واقو غوتو والفنان هاجالو هنديسا والجنرال تادسا برو وغيرهم، لأننا نتذكرهم عند رؤيتنا لهذا العلم الأبيض. يلبس الشعب أورومو الملابس البيضاء ويكفن موتاه بلباس أبيض. اللون الأسود لا يعبر عن المأساة لدى شعب أورومو، بل يعبر عن البهجة والسرور. أعتقد استخدام الملابس السوداء عند الحزن عادة دخيلة علينا. يؤمن شعب أورومو أن الخالق غائب عنا، لا يمكننا وصفه بعقلنا لأنه شيء عظيم، ولذلك يعبر عنه شعب أورومو باللون الأسود. فمثلا لو رأينا هناك أشخاص كثيرين يكتبون عن تاريخ أورومو، وبعضهم يعملون برامج، والبرنامج والكتب التي يكتبونها تختلف بحسب معرفتهم عن هذا النظام وعن تاريخ شعب أورومو. وهذا عندما يصل عند القارئين لما يكتبون أو عند الذين يشاهدون برنامج الذي يشاركون فيه هؤلاء الأشخاص، يجعل أن يفهموا بطريقة مختلفة. لعلاج هذه المشاكل ماذا ينبغي على الحكومة وعلى المؤرخين والجهات المعنية الأخرى أن تعملها؟ غافينا تنغافتي غافي بريدة أبوتي غدا وانجد أن تجرى أبوتي غدا ونجد أمكوني أكا أورومتي أكا أنا برتي دوغونغورا غدا. سألتني أمرا كبيرا. في الآونة الأخيرة هناك ما يسمى رجال أبا غدا. أعتقد أن هذا خطأ كبير، لأن لدينا مجلس جف واحد وزعيم أبا غدا واحد، ولمجلس جف فروع مختلفة. وفي الوقت الحالي لا أرى المسؤول العام لرجال غدا، ولذا ينبغي على القائمين بإجراء البحوث حول نظام غدا التركيز على القوانين العامة. تنقسم قوانين نظام غدا إلى 5 أقسام: قانون أساسا، وقانون غورو، وقانون بسقا، وقانون كلا، وقانون جبي. قانون أساسا هو قانون تسنه عشيرة ما أو أسرة ما أو قبيلة ما لاستخدامه في محيطهم بدون أن يخالف القوانين العامة لنظام غدا، وأن التركيز على هذه القوانين الفرعية عند إجراء البحوث حول نظام غدا خطأ فادح. ومع أنني لا أحذرهم عن هذا، أنصح الباحثين عدم إعطاء الأولوية لقوانين كهذه عند البحث. وإن قانون غورو هو تطبيق لقوانين نظام غدا بمراعاة الظروف، ويجب الاهتمام بالقوانين العامة التي سن مجلس مد ولابو بإشراك كل قبائل أورومو في القديم، ويجب الاطلاع على القبائل التي شاركت في ذاك الوقت ودورها في القوانين التي تم وضعها. كان أودا نبي مقرا لمجلس جفة، واجب الانطلاق من هذا عند البحث. فمثلا أنا ولدت في محافظة بالي وأنتمي إلى قبيلة أرسي. إن كنت أنحاز إلى قوانين عشيرتي لا أستطيع أن أطلع على القوانين العامة التي تعم كل قبائل أورومو، وأن القوانين التي لم تشارك في سنها كل قبائل أورومو لا تعتبر كاملة. ولذلك يجب الآن إعداد قوانين تخص كل قبائل أورومو المنتشرة في أرجاء البلاد. نلاحظ الآن بعض المؤرخين يكتبون عن مناطق محددة، وهذا يشير إلى أن المحافظات التي لا تملك الكاتبين أو المؤرخين لا يكون لها دور في هذا. وبهذا النهج ربما على مرور الزمن سيقتصر نظام غدا عند بعض المناطق. أنصح مؤرخي نظام غدا بأن يتشاوروا فيما بينهم لحل مشاكل كهذه من خلال الاطلاع على القوانين العامة التي كان يعتمد عليها شعب أورومو في القديم، والقوانين التي ستعتمد عليها أوروميا في المستقبل وتعطيها للعالم. فمثلا ذكرتم لنا هناك 5 أودا. ما هي هذه هذه الأودا وما أهميتها في سن القانون؟
أودان بيتا أودان أكا شافي أمة أورموتي تجاجلها تره قرين أودان أكا ددشت اللي يرو تجاجلو تجرا قالوا أودا وني جدهم كوني هيرا في سير أمة أورموتي مالي مكامتي. ومن المعلوم كان يستخدم شعب أورومو ظل أشجار أودا كالمحاكم، وعندما نعني أودا روبا لا نعني تلك الشجرة بعينها، بل نعني القوانين التي وضعت بتلك المكان. ويأتي إلينا شخص الذي ينوب عن أودا بلتم بقوانين أودا بلتم، وكذلك الذين ينوبون عن أودا نبي وبسل وبلق وغيرها. يوجد أودا نبي وأودا بسل وأودا بلق في مجاتولما، ويوجد أودا روبا في اتحاد سكو مندو في محافظة شرق بالي بمديرية جنير، ويوجد أودا بلتم في محافظة غرب هررجي بمديرية بديسة. ماذا تنصحون المشاهدين لهذا البرنامج فيما يتعلق بنظام غدا؟ ورين أما تاني سجنتاك هنا كان دعوتني فونتان دامو سرني غدا أمانتامتي اتين بولمات أمة أوروموتي. أنصح مشاهدي هذا البرنامج بأن يدرسوا نظام غدا، لأن نظام غدا ليس نظام ديني، بل إنه نظام إداري يستخدمه شعب أورومو للحكم الذاتي. وأنصحهم بأن يعرفوا جيدا المعايير التي تتطلب ممن يريد أن يكون أبا غدا، وأحثهم على أن يطالبوا من القائمين بأعمال رجال غدا بأن يؤسسوا مجالس عامة في مناطقهم، لأن الذي يستفسر عن الأمور بإمكانه الاطلاع عليه، ومع أننا ندعي نظام غدا لا نقوم بتعلمه، وهذا مؤسف جدا، وعلينا العودة إلى ثقافاتنا وعاداتنا القديمة. مشاهدينا الكرام، جئنا إلى نهاية هذا البرنامج ونشكركم للمتابعة وإلى اللقاء.